سجق بالجوز على طريقة مطبخ بهاء وفوفا. نص كيلو من الجوز ننقعه ساعة بالماء، بعدين نصفيه ونبدأ نضم الخيط بهذا الشكل، وندخل حبات الجوز بالإبرة وننشره كم ساعة لحتى ينشف. نص كاسة طحين، نص كاسة نشا، كاستين ونص دبس عنب، كاستين ونص من المي. نحطهم ونحركهم بالمشبك اليدوي على البارد، وبعدين نحطهم على النار مدة 5 دقايق بس يبدأ يفور. نذوق الطحين والنشا إذا استوى، نخليه شوي من يستوي نضيف عليه مستكة رشة حسب الرغبة، ونص كاسة ماء إذا شفنا قوامه صار ثقيل حتى يصير بهذا الشكل قوامه. نبدأ ندخل بيه الجوز ونغطه بهذا الشكل بالكامل، وبعدين نرفعه ونحطه بعلاقة ونحطه بمكان يكون بيه هوا لحتى ينشف. ممكن ياخذ 5 أيام أسبوع حسب الجو عندكم. لما يصير شفاف ويصير بهذا الشكل ما يلزق بإيدنا صار جاهز. سجق